السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جيتكم اليوم بوصفة كالعادة سهلة وبسيطة، وصفة فطائر السبانخ أو فطائر السلق. تجي قطنية هشة رائعة. سبق أني عملت معاكم هذه العجينة السحرية، ولكن لا داعي أن أعيد عليكم المقادير. هنا حطيت مقدار 500 مليلتر تاع ماء ساخن أو فاتر، معاه ملعقة من الخميرة الفورية، معاه ملعقة من السكر، وخليتهم حتى تضاعف الحجم تاعهم. بعدها زدتهم ملعقتين من الزيت، زيت زيتون من الأفضل، وحطيت لهم كمية من الملح على حسب الحاجة. إذا نخلطهم مثل ما شفتوا هكذا، وبعدها نضيف لهم الطحين اللي نكون نخلته من قبل. أنا نخلت هذا الطحين هكذا ونحطه معاه، ونقوم بالخلط بهذا الأداة بشوكة أو بسباتشول بلا ما نوسخوا الأيدي. نخلطه حتى تتكون عندنا عجينة لينة طرية، تساعدنا أو ما تعبناش في العمل لما نحطوها فوق طاولة العمل إن شاء الله. إذا مثل ما راكم تشوفوا نخلطه فقط هكذا. شتو هذاك الفوران تاع الخميرة، لأنه الخميرة قعدت معنا 10 دقائق وتخمرت بما فيه الكفاية. ونمر الآن إلى الحشوة. الحشوة نتاعي عندي هذا السبانخ أو السلق، بعد ما غسلتهم جيدا قطعته قطع صغيرة وحطيته في المنخل باش يقطر معنا مليح. عندي مقدار حبة متوسطة من البصل، والبهارات عندي ملح، بودرة الثوم، شوي فلفل أسود، شوية كاري، وشوية فلفل أسود وكاري وثوم وملح. هذه البهارات اللي نحتاجهم. أعيد مرة أخرى: ملح، ثوم، كاري، وفلفل أسود. طبعا البهارات تبقى اختيارية، ولكن الأفضل أن نحطوا هذه البهارات ما نكثروش، يعني ما نزيدوش على هذا. نحطوا مقدار ملعقتين من الزيت أو الزبدة اللي متوفر عندكم في الحلة أو المقلاة، وبعدها ننزلوا البصل تاعنا اللي فرمته هذا الفرم مثل ما راكم تشوفوا امامكم، ونخليه ونقوم بالخلط. انا مش راح نقطع الفيديو، راح نخليكم تشوفوا المراحل تاع الحشوة، لانه الحشوة كثير مهمة مقارنة بالعجينة. وش راح نديرو؟ راح نقوم بالخلط هكذا حتى يتغير لون البصل الى اللون الذهبي. في نفس الوقت العجينة مثل ما راكم تشوفوا هاني مغطيتها تختمر معانا. بعد ما عجناها وحطيناها تغطوها بمنديل وتخلوها تختمر براحتها. كل ما اعطيناها راحتها في الاختمار كل ما اعطتنا نتيجة رائعة طبعا، وتكون اسفنجية. هذه الفطائر يكونوا اسفنجيين، يعني القوام تاعهم رائع، وبحشوة السبانخ تجي روعة. اذا مثل ما راكم تشوفوا راني نخلط، وبعد ما يتحمر معي البصل نضيفوا له البهارات ونخلطه، وبعدها نحطوا عليهم السلق. مثل ما راكم تشوفوا انا الوصفه ما حطيت فيها ولا قطره ماء. لماذا؟ لانه الاملاح المعدنيه والمياه اللي راهي داخل السلق تاعنا هي اللي راح تطيبه، وراح تشوفوا من بعد راح تتشكل عندنا مثل الصوص. لماذا؟ لانه الاملاح المعدنيه كلها تذوب في مع البصل، فلا داعي لوضع الماء. ما ننصحكمش بوضع الماء لانه الماء يسمط السلق.
بعد ما تغير لون البصل الى اللون الذهبي وشفتوا نشف مثل ما راكم تشوفوا، نجيبوا الحين البهارات اللي سبق وذكرتهم لكم، نضيفوهم على البصل بهذه الطريقة، نخلطوا هكذا بواسطة الملعقة الخشبية. نجيبوا شوية معدنوس وكزبر، انا فرمتهم فرم ناعم، شفتوا فرمتهم فرم ناعم. راح يزيدوا ذوق رائع للسبانخ تاعنا. وبعدها نجيبوا السبانخ بعد ما نعرفوا انها قطرت كثير من الماء كله اللي غسلناه بها راح مثل ما راكم تشوفوا. شوفوا لونها رائع. نحطوها على المقلاة او فوق الحلة، وبعدها نخلوها تطيب. مش راح تاخذ وقت، يدوب 10 دقائق حتى ينشف هذاك الماء تاعها وتبقى محافظة على اللون الباهي تاعها، اللون الاخضر. نغطوها مثل ما قلت لكم، الماء هذاك اللي ينزل هو اللي يطيبها، ما نزيدوا لها ولا قطرة من الماء. وها هي السبانخ تاعي بعد ما جهزت، بعد ما وجدت نشفت كلها من الماء، طفيت عليها وخليتها شوي تبرد. الوقت اللي اختمرت العجينة، شوفوا كيف صار قوامها. نبدأ نقطعه بشوية ونعملوا الفطائر تاعنا. طبعا فيما يخص طريقة تشكيل الفطائر أنتم أحرار. أنا أعطيت لكم المادة الأولية يعني السلق كيفاش نطيبوه، والعجينة كيفاش نعملوها، هذون يعني الأساسيين، هذا أهم شيء في الخلطة أو في الوصفة. وأنتم أحرار، تحبوا تحطوهم هكذا دي سيجار، تحبوا تحطوها مثل البيتزا، تحبوا تعملوها حشو مثل المعجنات أو الفطائر، أنتم أحرار في ذلك. انا ارتأيت اني نحط هذوك ليمون صغار مثل ما راكم تشوفوا، هذا اللي لونهم ازرق. حبيت نحط هذا الليمون ونحط يعني طبقة من تحت كأنه نعمل بسطيلة هكذا. هذا يعني الدائرة هذه اللي في البينك اللي في الوردي راح نحطها ونشكل بيها العجينة تاعنا، بحيث انه تكون طبقة من تحت، طبقة في الجوانب ونحطوا الحشو داخل اللي هو سلق وجبن. طبعا الجبن يبقى اختياري. وبعدها نغطوا بالطبقة الثانية من العجين، مثل انه نعمله في بسطيلة هكذا، يعني مثل البسطيلة، ونحطوها في ليمون. وبعدها نزينه. التزيين يبقى اختياري. انا عملت تزيين، راح نخليكم تشوفوا التفاصيل. اذا عجبكم حطوا هذا التزيين، اذا ما عجبكمش تقدروا تستغنوا عليه وتعملوا تزيين. طبعا انتم تخترعوا التزيين. طبعا يبقى الطبخ اذواق، وكل ست بيت وش تحب تحط في طاولتها. وبعدها لازم نحطوا البيض، صفار البيض. انا حطيت صفار بيض مع شوي من الخل باش نحطه على الوجه، شوي خل ابيض باش نحطه على الوجه اللي يتكون عندنا ويتشكل ذاك اللون الاحمر. والحين انا حطيت النار او فتحت النار الفرن على 190 درجة من تحت ومن فوق حتى يسخن معي الفرن. وبعدها لما نحط نحسوا انه طابت من تحت الفطاير تاعنا، نفتحوا عليها النار من فوق باش تاخذ اللون الذهبي، لانه نريد فقط العجينة انها طيب. الحشو تاعنا راه طايب وجاهز مثل ما راكم تشوفوا. نحط شوي جبن مبشور هكذا من فوق، ونحاول انه نغلق عليها مثل البسطيلة، مثل البسطيلة تاع احبابنا المغاربة هكذا. والزوائد تقدروا تتخلصوا منها. شوفوا انا الزوائد كيفاش نحهم، يعني هذه الشكل اللي راني ندير فيه من فوق راح نقلبوه من الجهة السفلية، مش راح يبان الوجه اللي السليم اللي راه من تحت هكذا. نزيدوا نطموا الثانية هكذا، نغلقوا جيدا بحيث انه الصوص ما تخرجش معانا هكذا، ونقلبوها مباشرة في المول هذا. هذه فقط شكلت بها، ونقلبوها مباشرة في المول تاعها. ها هو كما ما راكم تشوفوا اني قلبتها. والحين التزيين، انا ارتأيت اني نحط هذا الحرابيش حربوشين ونظفرهم مثل الضفيرة شكل حلزوني،
ونحطهم من فوق فقط ديكوريشن. انتم تحبوا تحطوا، تحبوا ما تحطوش، هذا الشيء يرجع لكم. نواصل العملية مع بقية الفطاير اللي عملتها. راح كامل نحشيهم بالسبانخ والجبن، ونغطيهم ونمسح عليهم مسحة بالصفار البيض مع الخل الأبيض، وبعدها إلى الفرن مباشرة على 190 درجة مئوية حتى يطيبوا من تحت ويطيبوا من فوق. وبعدها نطلعوهم نخلوهم يبردوا ونقطعوهم أمامكم باش تشوفوا النتيجة في الأخير. هذه الفطائر للأمانة يعني يصلحوا عشاء خفيف أو طلعات مع الويكند. طلعات رائعين، وخاصة تعرفوا السبانخ فيه فوائد كثيرة للصحة، لصحة الإنسان. فنحاولوا أنه نطبخوه ونعملوا خضار قد ما نقدروا لأولادنا ولعائلاتنا. وهاهم الفطاير تاعنا بعد ما طابوا طلعتهم الفرن، لساتهم سخونين سخونين، لساتهم يفوروا، ولكن انا اضطريت اني نقطع هكذا باش تشوفوا امامكم كيف طلعت النتيجة. فطائر شوفوا كيفاش هشاش هشاش لدرجة انه ما تقدروش تقطعوهم. رائعين، عجينة اسفنجية وحشوة اكثر من رائعة. هذا ما يقال عنها رائعة. فخلطة السبانخ، حشوة سبانخ بالجبن، ما شاء الله كما يحب الخاطر. شوفوا كيفاش محشية حشوة ما شاء الله معتبرة. نتمنى والله من قلبي أنكم تجربوا هذا الوصفة، لأنها أكيد أكيد راح تنجح معكم. وإن شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وإلى لقاء آخر يجمعني بكم على خير. تقبلوا تحياتي القلبية، والسلام.